يحيلون بها الشعوب رؤوسهم. أكثر من هذا، استقبال الملك من طرف الرؤساء استقبال مخالف للرؤساء من طرف الرؤساء، وسوف وفق البروتوكولات المتعارف عليه. نعم. سيد محمد بن خروف، استمعت إلى ما ذهب إليه ضيفي، كيف تابعت أنت أيضا هذا البرنامج الساخر على قناة تلفزيونية جزائرية خاصة، وأيضا ما تم وجرى الحديث عنه بالنسبة لهذا البرنامج الساخر أيضا على يوتيوب؟ كيف تابعت كل هذا التصعيد الإعلامي؟ أولا شكرا لك ومرحبا بالأخ الكريم الضيف الكريم. أأسف كثيرا لأن ينزل المستوى الفكري العربي والمغاربي إلى هذه الدرجات من الانحطاط من كلا الطرفين. الإعلام وسيلة إعلامية بها تتقدم الشعوب، وحينما يساء الاستعمال أو استعمال. أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عندما وصف بالتصعيد الإعلامي ما بين المغرب والجزائر، لنسأل ما إذا كان الإعلام في البلدين قد تجاوز فعلا حدوده، وذلك إثر بث قناة تلفزيونية جزائرية خاصة مضمونا اعتبر مسيئا للملك محمد السادس، ذلك في أعقاب تخصيص منشط تلفزيوني وفنان مغربي حلقة عبر برنامجه الساخر على يوتيوب للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو سيد صديق حجي الصحفي المغربي. أهلا بك ومرحبا سيد صديق حجي، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. ورحبا وأنت بضيفي في الجانب المقابل السيد محمد بن خروف الباحث الجزائري في المركز الصحراوي الفرنسي للدراسات والتوثيق. أحمد بابا مسكة، أهلا بك ومرحبا سيد بن خروف، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. مرحبا، ومدير فرعي للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. مرحبا بك. كل الترحيب. فقط أشير إلى أننا كالعادة لا نبحث في هذا البرنامج لا عن الضجة الإعلامية ولا عن تأجيج الخلافات، بل نطمح فقط لفهم ما حدث وتشخيصه ومحاولة إيجاد سبل الحل من أجل تقريب وجهات النظر من خلال نقاش هادئ وعميق يضمن الاحترام للجميع. مع ضيفي اليوم في الاستوديو أهلا ومرحبا بكما. إذن استنكار كبير في المغرب لا يهدأ، واستنكار أيضا في الجزائر لطريقة تقديم العاهل محمد السادس في إحدى القنوات الجزائرية الخاصة وفق تقنية الدمى التلفزيونية الفرنسية لجينيول بطريقة ساخرة، واستياء كبير في المقابل أيضا في المغرب والجزائر لما وصفت بسخرية من فنان مغربي على يوتيوب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. هنا أطرح السؤال، أولا ما تعليقكما على ذلك؟ أبدأ معك سيد صديق حجي الصحفي المغربي، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. أولا لقد تكلمت عن جينيول، لم أكن أفكر في الكلام عن البرنامج. إذا ما أرادت قناة الشروق أن تقلد هذا البرنامج الشهير والذي طبع الحياة الإعلامية في فرنسا، كان عليه أن يقلده بشكل كامل، لأن تعرف أننا لجينيول الناشط دمية والضيف دمية. الشروق لم تقم بهذا الشيء، المنشط رجل والضيف دمية. إذن هناك اختلاف كان عليه أن يفكر جيدا، لأن لم يكن هذا الإنتاج بهذا الشكل عن هوى، هناك تفكير لكي لا يطرح إشكال. المنشط دمية والضيف دمية، الشروق لم تقم بهذا. ثانيا هناك مشكل عمق، هو أن في هذا البرنامج كانوا ضيوف حاضرون في البلاطو، والرجل الذي كان يتفاعل مع الملك، مع دمية الملك بين قوسين، برلماني. هذا إشكال جيد، لأن الرجل عضو في مجلس الأمة الجزائري، ليس بالصحفي، ليس بالمنشط، بل له وزن ورمز سياسي، وكان عليه أن يفكر جيدا قبل أن يقوم بهذا العمل، لأنه ليس بصحفي أو منشط. أكثر من هذا، عندما تكلم عن برلماني، عندما تكلم عن الطريقة التي تقدم بها التحية للملك في المغرب، استفز المغاربة، استفز أكثر من ما يقارب 40 مليون مغربي، لأن الطريقة التي يقدم بها التحية للملك في المغرب هي طريقة مختلفة عن التي يقدم بها التحية لرؤساء. وهذا مثال لكل الشعوب التي تعيش في منظمات ملكية.
الشعب البريطاني وهو شعب ليس مقهور أو مغلوب على أمره يحيي ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية ليست بالطريقة التي يحيي بها بوريس جونسون. الشعب البلجيكي الذي هو شعب يعيش في الديمقراطية يحيي الملك فيليب ليس بالطريقة التي يحيي بها الوزير الأول البلجيكي. الشعب الإسباني يحيي الملك فيليب السادس ليس بالطريقة التي يحيي بها بيدرو سانشيز. والأكثر من هذا اليابانيون يحيون الإمبراطور بشكل جد مختلف عن كل الطرق التي يحيون بها الشعوب رؤوسهم. أكثر من هذا استقبال الملك من طرف الرؤساء استقبال مخالف للرؤساء من طرف الرؤساء وسوف وفق البروتوكولات المتعارف عليه. نعم. سيد محمد بن خروف، استمعت إلى ما ذهب إليه ضيفي، كيف تابعت أنت أيضا هذا البرنامج الساخر على قناة تلفزيونية جزائرية خاصة، وأيضا ما تم وجرى الحديث عنه بالنسبة لهذا البرنامج الساخر أيضا على يوتيوب؟ كيف تابعت كل هذا التصعيد الإعلامي؟ أولا شكرا لك ومرحبا بالأخ الكريم الضيف الكريم. أأسف كثيرا لأن ينزل المستوى الفكري العربي والمغاربي إلى هذه الدرجات من الانحطاط من كلا الطرفين. الإعلام وسيلة إعلامية بها تتقدم الشعوب، وحينما يساء الاستعمال أو استعمالها سواء من طرف فئة، من طرف قناة إعلامية، من طرف صحفي، من طرف جهة معينة توظفه، قد تصبح هذه الآلة الإعلامية تصبح آلة فتاكة بين الشعوب. عوض أن نتحدث اليوم أنا وأخي المغربي والتونسي والليبي عن مستقبل مغرب الشعوب العربية التي يجب أن تنتفض من هذا الغبار، نحن نتحدث اليوم عن أسباب نكستها أكثر من هذه النكسة التي تعيشها. هذه جريمة أخلاقية سواء كانت في المغرب أو كانت في الجزائر أو كانت في تونس أو كانت في ليبيا. يجب أن لا نتلاعب بالشعوب بهذه الطريقة السخيفة. تتحدث عن الساسة أو تتحدث عن الرسالة الإعلامية؟ الرسالة الإعلامية سواء من الطرف الذي أشرت إليه من المغرب أو من الطرف الذي أشرت إليه من الجزائر. الإعلام تحكمه قوانين أخلاقيات، قوانين عرفية أولا، موضوعية موجودة يدرسها الصحفي يدرسها الإعلامي، وأعلى هذه القوانين هي القانون الأخلاقي. ومن أكبر مبادئ القانون الإخلاقي هو الاحترام، احترام الآخر بوجهة نظره وتصوره. فإن كنا ضمن هذا الاحترام يمكننا أن نتحدث ونتبادل وجهات الرأي والنظر. لماذا؟ للتقدم، لإيجاد حل للتقدم إلى الأمام. طيب. المنطقة العربية، المنطقة المغاربية، بإمكانها لو كانت هذه الحزيبيات وهذه التعابير السخيفة التي لا ترقى إلى مستوى الإنسانية، لو كانت هذه غير موجودة لكانت الشعوب المغاربية اليوم تضاهي أكبر دولة أوروبية. طيب، حتى متفقان في هذه النقطة، سواء كان يتعلق الأمر بالمضامين الإعلامية في الجزائر أو المضامين الإعلامية في المغرب تجاه البلد الآخر. ولكن حتى أعود إليك سيد صديق حجي، رغم أنه ثمة استياء واستنكار كبير داخل الجزائر نفسها، لأن أطرافا كثيرة أيضا تدافع عن ما وصفته بحرية الإعلام وحرية التعبير. كثيرون وصفوا ردة الفعل المغربية، ولعلك تابعت ردود الفعل هذه، بالمبالغة وبالشعبوية، ويقولون إن حرية الإعلام ولئن كانت مزعجة فهي مكفولة، وإن لا أحد فوق النقد ما دام شخصية عامة. لقد قلت لك أولا على أن هناك مشكل عمق كان رجل سياسة في البلاطو. مسألة يجب التفكير فيها جيدا. رجل عضو مجلس الأمة أولا. ثانيا، القناة التي بثت هذا البرنامج قناة معروفة بتواصلها مع أطراف، لا أريد أن أدخل في هذا النقاش. قربها من السلطة تقصد؟ قربها من الأطراف في الجزائر.
من السلطة ومن أطراف أخرى في الجزائر. وهذا الدولة الجزائرية تعلم جيدا أن الدولة المغربية تعرف ما هي الشروق، والشروق الجزائرية لها وزن لا يمكن أن نقارن بين الشروق وبين موقع عن يوتيوب أو شيء من هذا القبيل. هناك الكفة غير لا يستويين تماما. ثالثا أقول على أن هناك أخلاق في العمل الصحفي. أنا متفق على أن الطريقة التي أحيانا تم بها التعامل مع الوضع الصحي للرئيس تبون من طرف، لم أرى شيئا في التلفزيونات المغربية أو القنوات الإذاعية أو القنوات الرسمية المغربية، بل هناك في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب ما يجب إدانته بكل، وبعض المواقع الإلكترونية أنا تابعنا هذه الحملة ما يجب إدانته بكل، وهذا لا يخدم لا المغرب ولا الجزائر ولا الفضاء المغاربي، بل يؤجج الوضع. وبداية الحروب كلام، الحروب تبدأ بالكلام. لكن هل من الضروري، لقد تبعت برنامج ليغينيول، كنت من جد متحمس أنت كذلك وكلنا جميعا، لم أرى يوما ما، لقد شاهدت فرنسا ميتيران، ولقد قلت لك على أن الدمية المنشط دمية والضيف دمية هناك اختلاف كبير جدا يا حكيم، اختلاف كبير جدا يا حكيم. ولم أرى يوما ما الملكة إليزابيث أو إمبراطور اليابان إلى آخره، لأن أعرف جيدا على أن هناك، ليعذرني الضيف، لقد تم تسميم الشعب الجزائري في نظرته للمغرب وعلاقته مع مؤسسته الملكية. ولقد ناقشت مع أصدقائي صحفيين جزائريين إلى آخره مفهوم الرعية مثلا. عندما نتكلم مع جزائريين يقول أنكم فوز دي سوجي، أنتم رعاة إلى آخره، ولكن هذا مفهوم الرعية هو مفهوم ينطبق على كل الشعوب التي تعيش في الأنظمة الملكية. الشعب البريطاني رعية ملكة بريطانيا، الشعب الكندي رعية ملكة بريطانيا ما دام أن ملكة بريطانيا هي ملكة كندا، الشعب الهولندي رعية ملك هولندا، والشعب الجزائري في اعتقاده على أن هذا المصطلح فيه إهانة، وهذا المصطلح قديم قدم الملكيات، والملكيات قديمة من الجمهوريات. مسألة التحية للملك هي اللي خلقت إشكال كبير. هذه المسألة يا حكيم، هناك نقاش في المغرب حول الطقوس التحية للمغرب في عهد الحسن الثاني والآن، وأنا شخصيا لدي موقف منها، لكن لا أناقشها هنا ولا أناقشها في أي منبر سوف أناقشها في المغرب، لأنني أعتبرها مسألة عائلية، ولا يمكن لا أسمح لأي أحد أن يقول لي كيف أحيي أبي وكيف أحيي أمي. واضح. ثم نقطة هامة حتى أعود إليك سيد محمد بن خروف. ضيفي يتحدث عن تسميم الشعب الجزائري في علاقته بالمغرب ونظرته للمؤسسة الملكية، وفي المغرب فعلا نحن ثمة قناعة راسخة بأننا أمام انقلاب على الثوابت بعد بث هذا المضمون على هذه القناة التلفزيونية الجزائرية الخاصة، أمام تجاوز لكل الخطوط الحمراء للأعراف والتقاليد، حتى البعض يتحدث حتى عن زرع غير مسؤول للفتنة. رغم الجيرة ثمة ربما انعدام فهم للخطوط الحمراء لدى الآخر. من خلق هذه الخطوط الحمراء؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحوه. وعدم فهم حتى للثقافة وللتقاليد وللطقوس، ويعني لبلدين جارين. نعم، من خلق هذه الخطوط الحمراء المكهربة بين الجارين الجزائري والتونسي؟ ليس بين الشعبين، بين الجزائري والمغربي، فئة من الجزائريين وفئة من المغاربة الذين يدخلون في هذه الصراعات التافهة التي لا معنى لها، التي لا ترقى إلى المستوى الحضاري للشعبين الشقيقين ومستوى العلاقات بينهما. نتحدث عن منطقة الغرب الجزائري ومنطقة الشرق المغربي، هذه المنطقة التي تعيش عائلات جزائرية مغربية مختلطة. أنا لدي الكثير من الأصدقاء المغاربة، إخواني المغاربة، يعني لا وجود لهذه ورغم الخلافات السياسية يعني الحدود قريبة من بعضها البعض. الحدود أخي حكيم وضعها الاستعمار
في أذهان الشعوب المغاربية، وبقيت هذه الحدود إلى يومنا هذا. فقط الأخ الكريم أشار منذ قليل وتحدث له الحق في ذلك، لأنه تصور شيء بأن ربما وجود عضو مجلس الأمة في حصة لا يرقى إلى أتفق معه، لكن فقط معروف. لكن لا ندخل في هذه لماذا؟ لأني لو أريد أن أجيبك عن هذا، يعني لك الحق في ذلك. أرجوك. أنا أقول لك أنك مثلا القنصل المغربي في وهران صرح بأن الجزائر عدو المغرب، وهذا على تم سحبه، يعني لا يجب نعم تم استدعاء، لكن لا يجب ليس استدعاء، تم تعودته بشكل رسمي للمغرب. لكن أنا ما أريد القول أن لا ننحط إلى هذا المستوى من التعامل بين الأشقاء وبين ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا. مراعاة سياسة ضبط النفس. حتى نكون صرحاء، المشكلة بين الجزائر وتونس، بين الجزائر والمغرب خلقها الاستعمار الفرنسي، خلقها الاستعمار الذي غادر الاستعمار، ولا أين هي مسؤولية السياسة والشعوب اليوم؟ اسمح لي فقط يعني أكمل. أحيانا لماذا؟ الاستعمار دائما هي الشماعة التي يعلق، لأنه ترك بؤرة من ورائه لم تسوى إلى يومنا هذا، وهذه البؤرة هي الصحراء الغربية التي تدافع عنها الجزائر، وبالتالي فأصبح الحوار خرج عن هذا الجيوستراتيجي السياسي إلى حوار آخر، وبالتالي يتم استفزاز البعض والبعض الآخر. يعني فقط نكمل الفكرة. يعني قلت لا وجود لمشاكل حقيقية بين الشعبين، المشاكل افتعلت بهذا المشكل الصحراء الغربية، والذي هو بين يدي الأمم المتحدة. فلذلك لا داعي للعب في هذه الجوانب السياسية. لم أكن أنوي أن أتكلم عن هذا الموضوع، لكن سوف أتكلم. هو في صلب الموضوع، إنه سبب الخلاف. ليس لدي إشكال تماما. لا تماما، لا ضير في ذلك تماما. والأخ تكلم عن الاستعمار ومآسي الاستعمار، والاستعمار هو جوهر الإشكال إلى آخره، وتكلم عن علاقة الصحراء الغربية بالاستعمار إلى آخره. كيف يعقل أن الجزائر تندد بالاستعمار وبحدود الاستعمار، وعندما يهم الأمر مسألة الصحراء يقولون على أن لا يمكن أن نناقش كل ما هو كل موروث الحدود الموروثة على الاستعمار؟ أنا أجد في هذا المنطق شيئا ما من السكيزوفرينية أحيانا، لأنني أعرف مدى سخط الشارع على الاستعمار وما تركه الاستعمار. لكن عندما نتكلم عن مسألة هم الأراضي والتراب والحدود يقولوا لنا لا تتكلموا عن الحدود الموروثة على الاستعمار. هذا موقف قار عند القيادة الجزائرية وعند جنرال الجزائر، كلهم يتكلمون عن قدسية، وأعرف ما أقول، قدسية الموروث على الاستعمار. كيف يمكن أن تدين الاستعمار وتعتبر الاستعمار هو جوهر السرطان، وعندما يهم الأمر مسألة الوحدة الترابية في المغرب تعتبر مسألة وضعتما الإصبع على الداء. والإشكال الذي دائما يعود بين المغرب والجزائر هو مسألة الصحراء الغربية، خاصة بعد ما حدث مؤخرا واعتراف الولايات المتحدة في عهد ترامب بمغربية الصحراء والتطبيع أيضا مع إسرائيل. ولعل هذا يقول كثيرون ما أجج يعني عدم التوصل إلى حل لهذا النزاع المتواصل منذ عقود، الذي أجج المشاعر التي نشاهدها اليوم، وهذه الحملة الإعلامية. هل يمكن الحديث عن توظيف سياسي سيد بن خروف سواء كان في المغرب أو في الجزائر للإعلام ولا حتى لما توصف بكتائب الإنترنت أو غيرها في هذا الصراع؟ هل نحن أمام تصعيد إعلامي محموم أو حتى لنقل حتى حرب إعلامية؟ هذا هو لب الموضوع. أريد تحويل هذا الصراع السياسي في المنطقة إلى صراع بين المغرب والجزائر، والجزائر قالتها أنا لست طرفا في هذا النزاع. الصراع بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو على لكنها الجزائر تدعم جبهة البوليساريو وتستدعى في كل مفاوضات كطرف.
نعم، مثل ما تستدعى في ملف ليبيا، مثل ما تستدعى في ملف مالي، مثل ما تستدعى. الجزائر ليست طرفا مباشرا للنزاع مع إذا تقول ليست طرفا مباشرا أفهمك. مباشرا، لكنها طرف في حل هذا النزاع. طرف مباشر بالنسبة لي. نعم، لا ليس مباشر. جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي. فقط أكمل أنه في سنة 1963 كان هذا الإقليم، إقليم الصحراء الغربية، كان يطبق عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار 15-14 في 14 ديسمبر 60. أنا حدثني عن الإعلام اليوم، على الإعلام الذي يعرف ما هي هذه الخطوط الحمراء، الإعلام الذي لديه بصراحة أخلاقيات معينة، مراعاة لاستقرار الدول بشكل، خاصة دول الجوار. اليوم الإعلام يقول كثيرون أنه يوظف في الحين الذي يدافع فيه آخرون بشكل مطلق على مسألة حرية التعبير أيا كان الشخص المعني بهذا الأمر. هل نحن أمام توظيف؟ الغريب في الأمر أنا متفق معك على أنه أنا أدين وتعبئة وحشد. يعني إذا رأينا الكم الهائل للمقالات الصحفية، الرسوم الكاريكاتورية، الفيديوهات وغيرها. أدين بشدة حتى هنا في فرنسا، والأخ عاشوا معنا أيضا، وربما كنا مع بعض في المظاهرات للتنديد بمثل هذه الاستفزازات. أدين بشدة المقالات وبعض الخرجات عبر وسائل التواصل. تعرف على أن اليوتيوب أصبح سوق، وأنا بكل أشمئز كصحفي الاجتماعي، بعض المواقع الإلكترونية، والكل يأتي ويقول ما يشاء إلى آخره. لكن يبقى الإشكال هو أنه عندما تطرح السؤال لا أقول، أنا أعرف على أن هناك فرق بين الشعب الجزائري والنخبة. هناك نخب في الجزائر، ليس هناك نخبة واحدة، هناك نخبة، هناك رجال سياسة مختلفون إلى آخره. هناك العديد منهم يقول اليوم على أن هذا ما وقع في شروق هو ردة فعل على ما قام به هذا الفنان الساخر المغربي. إذن نحن هنا ليس في مسألة حرية التعبير، بل في مسألة ردة فعل وتصفية حسابات. إذن يجب أن يكون وضوح. ما الذي تريده؟ هل تتكلم عن حرية التعبير أم تتكلم عن تصفية حسابات وردود فعل؟ في هذه الحالة سوف أقارن الشيء بالشيء وأقول ما الذي قامت به وسائل الإعلام المغربية في وزن الشروق فيما يخص مسألة قناة على اليوتيوب. فقط لدي دقيقة واحدة وسأعطيك الكلمة، سأعطيك كلمة الختام. فقط أين الحل اليوم من أجل من أجل رأب الصدع؟ أين هو الحل هذا اليوم للتقريب بين وجهات النظر ولوقف هذا التصعيد الإعلامي الخطير بين البلدين؟ خطير جدا، وقلتها في بداية الحصة أنه لا يخدم لا الجزائر ولا المغرب، المملكة المغربية، وخاصة لا يخدم شعوب هذه المنطقة بتاتا، بل يخدم مصالح استراتيجية أخرى، لصحفيين وغيره. نعم، هذا يخدم مصالح استراتيجية أخرى. المنطقة مستهدفة في مشروع، وقلت أن هنا أكثر من 5 سنوات مستهدفة في مشروع توسعي كبير. فمنطقة المغرب العربي لا يراد لها أن تكون منطقة آمنة. الحل هو تطبيق قرارات الأمم المتحدة لحل النزاع الصحراوي، ولا يجب السقوط في هذه المتاهات الإعلامية فقط في هذه مثل وضبط النفس. لهذا المثل يقول: الخير بالخير والبادئ أكرم، والشر بالشر والبادئ أظلم. أنا لا أعتقد على المغرب ظلم، وأعتقد على أن جوهر المشكل هو هذه المسألة المصطنعة، لأعتبر مصطنعة، حيث هذا نقاش آخر وأنا مختص فيه، عرفني جيدا. أريد أن سوف نناقش مرة أخرى. نعم. مرة أخرى. أعتقد على أن تجاوز هذا المشكل، لا تعتبر على أن أن المغرب سوف يبقى مكتوفي الأيدي فيما يخص هذه القضية ما دامت هذه القضية موجودة. والآن المغرب قد حصل هناك تطور في الملف. لا يمكن نهائيا أن تعرف هذه المنطقة هدوء وتوافق ما دامت الدولة الجزائرية
والجيش الجزائري والنظام القائم حاليا في الجزائر يغذي صراع مفتعل. الجيش الجزائري يغذي حماية الجزائر لا أكثر ولا أقل، ويدافع عنها إلى آخر قطرة دمه. أشكركم جزيل الشكر على هذه الحلقة، على تلبية الدعوة وعلى مستوى أيضا هذه الحلقة. سيد صديق حاجي الصحفي المغربي، كل الشكر جزيل لك على تلبية الدعوة. سيد محمد منخروف الباحث الجزائري في المركز الصحراوي الفرنسي للدراسات والتوقيت، أحمد بابا مسكة، كل الشكر جزيل لك أيضا على تلبية هذه الدعوة. شكرا جزيلا لكم، كنتم